أسامة أبو علي جنن الزملكاوية. كل الميديا الزملكاوية دلوقتي اتجننت من الهداف وسام أبو علي اللي ربنا يحميه، اللي ربنا يحميه، وهو في المكان اللي يليق بيه حرفيا، النادي الأهلي. النهارده كمان الزملكاوية وآخرة صبري، محمد صبري اللي طلع مع المحمودي وحازم إمام ورضا عبد العال وأسامة حسن اللي طلع لنا بالكوسة في الإعلام. هو ده إعلام الزمالك. مش هتاخد حاجه من اعلام الزمالك الا كده، وهي دي البطولات بتوع نادي الزمالك. محمد صبري كان لاعب فاشل، هو كان لاعب مميز ولكن فاشل في بطولات وغيره وغيره واخلاق وحاجات كتير احنا شفناها. انما طالع مع المحمودي يقول لك ان الاهلي هو اللي بيسيب الدوري بالضرر. ما هو طبعا لما الاهلي ياخد الدوري الكل هيسيبه الضرر، وانت اكتر واحد سبق الضرر لما كنت فعلا وضريت نفسك باخلاقك في مواقف كتير. انا حضرت مباراه منها لمحمد صبري امام النادي الاهلي، فلما يطلع محمد صبري يقول لك الاهلي بيسيب الضرر للدوري المصري، طبعا، ما عشان لما ياخد الدوري انت واللي زيك من اجيال فاشله كتير ما قدرتش تعلم على الاهلي والاهلي معلم عليها، ودلوقتي طالع قال ايه بيلوم الظلم والمؤامره والضرر كان واقع عليك وانت لاعب، ولذلك ما عرفتش تحقق غير يا دوب تاخد معاك شراب ولا شورت وفانيلا وكاب وانت بتتاخد غياب بعد 3 سنين او 4 سنين من وجودك. وسبحان الله قناه اون المحمودي ده احنا كنا طبعا احنا ما زلنا بنحترمه، ولكن لما قناه اون تجيب المحمودي تجيب لاعب زي محمد صبري وتقول لك على حسين الشحات يقول لك ده لاعب دولي ولا دوري ولا دولي، طب هو مين اللي يقيم مين؟ مش تجيب اصلا لاعب دولي، لاعب اسم كده دولي محترم احنا بنحترمه وحقق شيء لمنتخب بلده وحقق شيء لاي نادي بينتمي ليه انه يقدر يقول رايه في اللاعب الفلان واللاعب علان. انما لكن هي دي اعلام المتحده، وهو ده اللي بناخده من اعلام المتحده. وطبعا برضو نفس الكلام اسامه حسن طالع بالكوسه. هي بقى يا جماعه هي كده، ما تقلبوا اعملوا مطبخ الزمالك وخلاص، اعملوا مطبخ الزمالك والكوسه موجوده، وده اسامه حسن جايب الكوسه ورضا عبد العال هيجيب البطاطس المهروسه، والاخ خالد الغندور عليه بليله، وادي كشري ابو طارق بره وكمان بتاع التيم، واهو اديكوا هيصين في التايته يمين، والاهلي بيطرقع المقاولين اللي لسه واخد الزمالك 2، اللي لسه واكل الزمالك 2. ولكن هتقول ايه؟ ادي حال الزمالك كذلك في الزمالك. اما بقى الميغا بتاعه باريس، وراح فين مشروع البطل الاولمبي؟ راح فين مشروع البطل الاولمبي اللي كان بيتكلموا عنه من زمن فات؟ اهي كلها مجاملات. انا عايز اقول بقى لبعثه باريس اللي عملوا اعلان البنك الاهلي عن اللاعب الاولمبي، والله اللي عملوا الاعلان ده لو كانوا راحوا كان زمانهم حققوا ميداليات. ولكن يلا اهي ميغة باريس الكل بيصيف ويهيس في باريس.